السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله ونستعينه به. النهاردة جبنا لكم بديل الزبدة البلدي اللي تقدري تستعمليها يا ست الكل من غير ما تقلقي، وتبعدي خالص عن السمنة المهدرجة وعن الزيت النباتي اللي جابولنا التعب. كلنا طبعا عارفين ان الزبدة البلدي غليت، وكلنا دورنا على بديل. في مننا اللي استخدم السمنة المهدرجة وفي مننا اللي استخدم الزيت النباتي، وكل دوت غلط على صحتكم. النهاردة انا جبت لكم بديل السمنة البلدي، وهي الزبدة المزارع، والفرق بينها وبين السمنة البلدي. وكل الاسئلة اللي حابين تسألوها ابعتوها لي يا حبايب قلبي في التعليقات وانا هرد لكم عليها. بس قبل ما نبدأ اعملوا لنا اللايك والشير علشان يوصل لكم منا كل جديد، والقناة تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين معايا هي الزبدة المزارع، انتي تشوفيها يا حبيبة قلبي تشوفيها اكنها زبدة بلدي بالظبط زي الزبدة البلدي بتاعتنا اللي احنا بنستعملها، بس هي زبدة مزارع معمولة من المكن، مش معمولة يدوي، يعني بيعملوها في المكن. بس هي نتيجتها برضو كويسة واحسن من السمنة المهدرجة كتير. زي ما انتم شايفين معايا كده ما تفرقش في الشكل خالص عنها. هنا بقى هعرفكم الفرق بين الزبدة البلدي والزبدة المزارع. تتفرجي معايا يا حبيبة قلبي وتابعي الفيديو خطوة بخطوة. هنا هننزل مع بعض في حلة كبيرة بالزبدة بتاعتنا، هننزل مع بعض كده زي ما انت شايفة. عايزة تصفيها وتسيبيها تفك معاكي من التلج بتاعها سيبيها، عايزة تحطيها زي ما انا عملت كده حطيها، مش هتفرق كتير، بس عشان لما بتسيبيها الشرش بتاعها بينزل ما بتاخدش سوا كتير على النار، لكن لما تحطيها بتلجها كده بتاخد معاكي ايه سوا كتير على النار. علشان كده بنمشي مع بعض خطوة بخطوة، واللي انت عايزة تعرفيه انا بعرفهولك. ولو عندك اسئلة عايزة تعرفيها ابعتيلي وانا هبعتلك في التعليقات. زي ما احنا شايفين مع بعض الزبدة المزارع بنحطها في الحلة وبنسيبها تاخد سواها براحتها، وهي شرشها بيكون كتير غير الزبدة البلدي خالص، دي الشرش بتاعها كتير، لكن الزبدة بيبقى فيها لبن اكتر من الشرش وما بتاخدش سوا معانا. يعني بتبقي واقفة على البوتاجاز كده في الزبدة البلدي بتعمليها عشان ما تعملش منك ما تتحرقش، لكن دي ممكن تسيبيها ساعة ساعتين وانت بتعملي الاكل على البوتاجاز تاخدي بالك منها علشان خاطر برضو ما تتحرقش منك. لازم برضو تاخدي بالك منها، بس هي بتاخد سوا يعني ما تقلقيش عليها، بس برضو بتعمليها وانت واقفة بتعملي الاكل على البوتاجاز عشان تاخدي بالك. هنا يا حبيبة قلبي معانا زي ما انت شايفة كده السمنة ديت سمنة مزارع، بس ايه مش مغشوشة، لان في سمنة مزارع بتبقى مغشوشة. يا ريت كلنا ناخد بالنا في السمنة البلدي بيبقى فيه ناس ما عندهمش ضمير وبتبقى مغشوشة، في الزبدة المزارع بيبقى فيه ناس ما عندهمش ضمير وبتبقى مغشوشة. زي ما انت شايفة كده اللبن بتاعها بيظهر على الوش كده معانا اهو، وبنسيبها بقى تغلي براحتها، شرشها كتير وهتاخد معاكي وقت. نيجي بقى للنقطة التانية، ازاي واحنا بنشتري الزبدة البلدي نعرف ان كانت زبدة بلدي ولا لأ؟ هنعمل ايه؟ هناخد من البياع حتة كده وندوقها، لو لقيناها ملسلستش في بقنا يبقى الزبدة بتاعتنا زبدة بلدي وجميلة ومش مغشوشة. وبيبقى ساعات محيقينها حبة ملح ولا حاجة، او مش محيقينها بس هي بتبان معاكي في حلقك. لو لقيتيها ملسلسة في حلقك كده وعاملة زي السمنة المهدرجة او الدهون دي كده ما بتبقاش بلدي. تمام. اما بقى الزبدة المزارع فهي بتبقى زي ما انت شايفة كده معاكي، بتبقى نفس النظام. لو مغشوشة هتلاقيها برضو ليها نكهة كده، يعني مش عارفة اوصفها لك ازاي. هي الزبدة المزارع عامة لا ليها ريحة ولا لون، لكن التانية بتبقى ريحة ليها زي مزنخة كده، تحسيها ان هي ليها ريحة زفارة. في الزبدة المزارع بتحسيها زفرة، لكن الزبدة المزارع اللي مش مغشوشة لا ليها طعم ولا لون ولا ريحة. واستني معايا التكة الاخرانية في اخر الفيديو
هقولك ازاي بتحوليها الزبدة المزارع لسمنة بلدي، اكنك بتطبخي بسمنة بلدي بالظبط. زي ما انت شايفة معايا الزبدة اهي، الوش بتاعها زي ما انت شايفاها لسه مسحتش كده كلها. بتعمل معايا اللبن بتاعها بيطلع معايا على الوش زي ما انت شايفة كده. ده ما تقلقيش منه. عامة الزبدة البلدي بتفور معاكي، لكن الزبدة المزارع ما بتفورش، بتغلي غليان بس، تلاقيها بتفضل تغلي وتقلب معاكي. لكن الزبدة البلدي الاصلي بتفور معاكي، فعشان كده لازم ايدك بتبقى فيها، لان هي بيبقى لبنها كتير. لكن الزبدة المزارع للمرة التانية الشرش بتاعها كتير ولبنها قليل. عشان كده ده اللي يعرفك ايه الفرق ما بين الزبدة البلدي والزبدة المزارع. دي شرشها كتير والتانية لبنها كتير وبيفور. زي ما انت شايفة كده هي خلاص كده كلها كده صفت معايا. بقيت خلاص كده، خلاص كل التلج راح منها خالص، وهتبدأ تغلي وتفضل ايه تقلب مع نفسها كتير. هي بتاخد سوا كتير لما تكون بتلجها، لان الشرش بتاعها بيبقى لسه موجود فيها. عايزة تصفيها من الشرش بتطلعيها قبلها بيوم او قبلها بكام ساعة وتسيبيها تفك خالص، تنزل الشرش اللي انت شايفاه بيغلي ده. زي ما انت شايفة كده، لو السمنة بلدي هتفور معاكي لان ده بيبقى لبن، مكان الشرش ده بيبقى لبن. لكن المزارع ده هو زي ما انت شايفة كده ده الشرش بتاعه. عشان كده بتقلب معاكي وما بتفورش، بتقعد تقلب ما بتقلقيش منها. بس هي احسن كتير من السمنة التانية. زي ما انت شايفة معانا كده خلصنا الكمية. هي بتديك النص على طول، يعني لو دول 5 كيلو بيبقوا 2 كيلو معاكي على طول. يعني على حسب، لو يدوك 2 2 ونص يعني بيبقى الصافي بتاعها 2 كيلو 2 كيلو ونص، على حسب ما ايه بتصفي معاكي سمنة. لكن هي لو 5 كيلو بيدوك 2 كيلو او 2 كيلو ونص، بيبقى النص بالنص بالظبط، عكس السمنة البلدي برضو. زي ما انت شايفة كده السمنة ما شاء الله، السمنة صفيناها وبقت زي الفل اهي، وبنعبيها في بطرمانات او في علبة زي ما انت حابة. بس قبل ما بتعبيها التكاية الاخيرة اللي انا هقولك عليها، بتنزلي تجيبي من العطار ريحة السمنة البلدي وبتضيفيها على الحلة اللي انت عملتي فيها قبل ما تحطيها في العلبة او في البطرمانات. وبكده يا ست الكل يا حبيبة قلبي بيبقى بقى عندك احلى سمنة بلدي تطبخي بيها، ومش هتقلقي منها على صحتك ولا صحة ولادك. وانتظروني في فيديو جديد، مستنية اسئلتكم اللي هرد عليها. وبإذن الله لو محتاجين اي فيديو لأي أكلة مخصوصة ابعتولي وانا هعملها لكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.